لو عندكم بتنجان في التلاجة فجربوا تعملوا الوصفة دي لازانيا بتنجان، وهي اسمها كده عشان واخده نفس فكره طبقات اللازانيا، بدل ما نحط لازانيا فحطينا بتنجان، وكمان نفس فكره الصلصه بالحشوه بتاعتها. فاعملوا سيب لي الفيديو ويلا نعملها مع بعض. اول حاجه احتجت حبتين من البتنجان الرومي حجم كبير، قطعته شرايح طوليه بالشكل ده. السمك بتاعها هيبقى سمك وسط، لا تخين قوي ولا رفيع قوي. هنقع البتنجان ده بقى في ميه بملح، ده بيخليه يطرى اكتر، ولما سواء تحمروه او تدخلوه الفرن يستوي بشكل اسرع. انا هنا هعمله في الفرن، مش هحمره في الزيت عشان يبقى اخف. لو حابين تحمروه في الزيت برده تمام. دخلته الفرن، بس قبل ما ادخله رشيت عليه شويه فلفل اسمر وشويه زيت زيتون. ولعت بقى الفرن والشوايه في نفس الوقت ودخلته لمده ربع ساعه على حراره 220. في نفس الوقت بقى جبت بصلايه حجم متوسط وجزرايه صغيره او نص جزرايه كبيره ونص حبه فلفل رومي وفصين من الثوم. حطيت الكلام ده كله بقى في الخلاط وزودته شويه ميه وضربته تماما. اضربوه على الاخر خالص لحد ما يبقى عصير. هنجيب بقى طاسه نحط فيها من غير زيت ولا اي حاجه نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دهون. ابدا بقى كده يعني اهرس اللحمه لحد ما تتشوح. ضفت بقى على اللحمه خليط الجزر مع البصل مع الفلفل، وكمان كوبايه من عصير الطماطم المتسبكه. لو الطماطم مش متسبكه هنضيف حوالي كوبايتين من الطماطم المعصوره العاديه. كمان زودت معلقتين صغيرين من صلصة الطماطم اللي هو معجون الطماطم. والتوابل بقى بتاعتنا ملح ونص معلقة من الفلفل الأسمر والبابريكا والسبع بهارات. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك على الآخر، وممكن في الآخر كده بعد ما تتسبك تزودوها نص أو ربع كوباية مية، عشان أنا محتاجة الصلصة تبقى فيها مية، عشان ده اللي هيسوي البتنجان أكتر في الصينيه. بعد كده جبت بقى الصينيه وحطيت كده في القعر طبقه من الصلصه وبدات ارص البتنجان بالشكل ده. وبعدين جبت كبشتين من الصلصه مع اللحمه حطيتهم فوق الطبقه الاولى من البتنجان، وكمان طبقه من الجبنه الموتزاريلا. وبعدين كررت نفس فكره طبقات البتنجان وبعدين اللحمه وبعدين الموتزاريلا لحد ما وصلت ل3 طبقات. والطبقه الاخيره بس زودت فيها شويه على الوش اللحمه والصلصه اكتر من اي طبقه تانية. وبالنسبه بقى لطبقه الجبنه في الطبقه الاخيره ما حبيتش ان هي تبقى كده مغطيه الصينيه تماما. حسيت ان هي تبقى احلى لو كانت الجبنه دايبه مع الصلصه في النص كده، وما تعملش الطبقه الكراست. انا مش عايزاها تبقى طبقه كده يعني مقرمشه، فعشان كده ما تكتروش قوي في الطريقه دي الموتزاريلا على الوش. غطيتها بقى بفويل ودخلتها على فرن حراره 200 لمده نص ساعه. وفي اخر دقيقتين كده بشيل الفويل وبسيبها في الفرن نفسه الوش كده ينشف شويه. ممكن تتساب في الفرن فتره اقل من كده، بس انا بحب الطريقه دي البتنجان فيها يكون كده دايب على الاخر. قدموها بقى كده مع رز ابيض، بجد مش متخيلين طعمها حلو قد ايه. بتنجان مظبوط والصلصه طعمها حلو ومختلف عن يعني هي مش مسقعه، مختلف عن المسقعه. خليط الجزر مع البصل مع الفلفل بجد مودي الصينيه في حته تانية زي ما بيقولوا. وبالهنا والشفا.